بصراحه طيبين الاول وبمناسبه حاجات كثيره، المولد النبوي، العام الدراسي الجديد، وربنا يجعل ان شاء الله عن موفق عليكم باذن الله ومكلل بالنجاح والفلاح. اولا انا اسف جدا على التاخير، بس النهارده يوم صعب جدا. اخر يوم في الاجازه، كل الناس بتجري عشان تشتري حاجات وبتاع وكده. اخر يوم قبل الاجازه، فالناس اجازه النبي، فالناس مسافره، فالطريق زحمه جدا. بعتذر لكم مره ثانيه واسف، وشاكر جدا للناس اللي استحملت من الصبح حتى النهارده عشان تستنى عبد الفقير بالله تسمع منه اي حاجه. انا شاكر لكم جدا وممتن جدا ممكن ده يكون صوته اوضح لو ده بدايه. وممتن جدا لاي تريبل اي حلوان، خصوصا كمبيوتر ساينس، للدعوه الكريمه. ولسه احنا كنا بنتكلم حتى من اشطر المعيدين اللي اشتغلوا معايا في التاريخ المهني والوظيفي هو خريج جامعه حلوان. فنرفع القبعه لجامعه حلوان وخريج جامعه حلوان وطلاب جامعه حلوان. وبما اني فشلت ان الاقي في العادي، فخلينا نتكلم عن الفشل. فشل ايه؟ انت جاي تشجعنا ولا جاي ايه بالظبط؟ بالظبط كده. خلينا نتكلم عن الفيلير. The benefits of being failure. ايه مميزات ان انت تفشل؟ اللي هو ازاي يعني؟ كم واحد فينا مره من المرات كده يعني انتوا حددتوا نفسه وهو قاعد كده في ساعه من الساعات الخوالي وهو بيذاكر ومش عارف يحل الاساينمنت وعنده امتحان بكره وفي 15 شابتر عايزين يتراجعوا وانا رجعت منهم نص شابتر، وبعدين ايه؟ قعد سرح بخياله كده وقال يا ابني الكار ده مش كار. ايه اللي جابك هنا؟ كم واحد؟ بأمانة كم واحد؟ بالظبط كده، ايوه اهو. تعالى بقى تعالى بص، يعني انا مش عايز اقول لك كلنا تقريبا حددنا انفسنا بنفس الحديث ده اللي هو ايه؟ تبتدي جنب كده انت هتروح فين في وسط العالم دي؟ تمام؟ ومش عايز اقول لك انا لحد النهارده ساعات بتحددني نفسي كذلك. من اول مثلا ما دخلت كليه الهندسه ولقيت نفسي قاعد عامل زي اللامؤاخذه، عارف اللامؤاخذه؟ انا كنت قاعد بقى زي اللامؤاخذه كده، وابص ايه؟ الراجل عمال يشرح حاجات وانا ابص الاقي العيال عماله تجاوب. انت عارف انت عمال تلاقي اجابات جايه من هنا، مش ملاحق اجابات جايه من هنا. انت وفي لايك، اصل انت كنت شاطر يعني على اعتبار انك كان يعني في ثانويه عامه وبتاع، وفي لايك كراوده ايه؟ انت فاهم؟ بالظبط كده. في ايه؟ فبتقعد بقى بص تجيب لك تجاره ولا اداب والدنيا ماشيه وزي الفل واخر حلاوه، صح؟ الشعور ده خلص بقى ولما لقيت نفسك بقى خلاص بتجيب تقدير والدنيا مشيت وكده وشويه سيلف كونفدنس وبتاع ومش عارف ايه وكده، وبعدين حضرتك اتخرجت واتعينت معيد وبدات تشتغل في الماسترز وتحضر ماجستير وتشوف الرسائل بتاع الناس. يا ابني اللي ماشيين في السكه دي انت ليه جابك هنا؟ نفس الاساس. تمام؟ خلاص خلصنا بقى ماجستير وسافرنا امريكا، نفس القصه بالظبط. اول يوم ليا في امريكا وانت قاعد وسط الناس والناس عماله تتكلم وقاعد بقى في ميتنج بتاعت الادفايزر بتاعك والناس عماله تشرح وعملنا وسوينا وانت تبص زي لا مؤاخذه لايك هتيجي كده عمال تبص كده يعني ايه؟ برضه نفس القصه تقدر كده. تمام؟ بيخالف نفسك يعني الاحساس كده اللي هو ايه؟ انا فاشل. هل انا فاشل؟ وهل كلمه فشل دي ينفع فعلا اطلقها على نفسي واسمي نفسي فاشل؟ او ممكن حد ايا كان درجه قربه او بعده او ايا كان درجه اتصاليه يطلق عليا ان انا فاشل؟ هي وهل الفشل ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ انت جاي بتقول لنا the benefits of being failed. ده حاجه كويسه يعني ولا حاجه وحشه؟ حاجه كويسه. انك تفشل معناها ايه؟ انك بتشتغل، صح؟ ومعنى ان انت بتشتغل يعني انت عندك باشن انت تعمل حاجه، تمام؟
ينقصنا بس شويه ايه؟ شويه حنكه في التعامل مع الامور. لو بصيت لاي حد في التاريخ عموما مش هتلاقي حد اسمه ما فشلش اطلاقا. ماشي؟ يعني مثلا اديسون مثلا اللي كان بيتكلم على اختراعاته ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، كان يقول لك ايه مثلا؟ انا ما فشلتش. يعني اديسون ده عشان يطلع سيرتن انفنشن معين مثلا ولا حاجه عمل تجارب كتير جدا 10,000 مثلا اوف اكسبيرمنتس، فكان يقول لك ففشلت كلها، فكان يقول لك انا ما فشلتش. I just found 10,000 ways that didn't work. انا لقيت في 100 طريقه او 100,000 طريقه او 10,000 طريقه ما اشتغلتش. ده في حد ذاته ايه؟ It's a success. بس احنا بنعرفه كانه فشل. صح كده؟ لما تيجي حضرتك في حد هنا اتخرج او شكل ماشي ان شاء الله. طب احنا ما بنقولوش مثلا ولا معاه حد من اعلانات اولى ثانيه تمام ثالثه رابعه عايزين يعني معانا ناس في رابعه كويس. لما تيجي ان شاء الله تتخرج وتشتغل مثلا او الناس اللي في رابعه وتيجي تشتغل مثلا في البروجكت بتاعك الفاينل بروجكت، لو جيت في اول يوم الميتنج اللي قاعد معاك الدكتور بتاعك يقول لك احنا عايزين نعمل ساتش ونعمل كذا وكذا وكذا، انت عمال تقول لنفسك ايه الراجل ده احنا استحاله اصلا نعرف نعمل اللي هو عايزه. احنا اصلا ما نعرفش اي حاجه في الموضوع ده. اتفرج على نفسك اليوم ده واتفرج على نفسك وانت بتناقش مشروعك اخر السنه. الزبيب ليه؟ عشان في مجهود لازم. واخد بالك؟ يعني انا اذكر في مشروع التخرج بتاعي انا خريج كهرباء قوه 99 سنه 99 تمام؟ حد كان 99 كان يسمع عن حاجه اسمها الاي اي 99 يعني بيتكلم في كام سنه دلوقتي؟ بالظبط يعني لا اكتر حاجه يعني مثلا 24 سنه من 24 سنه تمام؟ انا كنت شغال في مشروع بالاي اي وكان اول مفهوم الارتفيشال انتليجنس ده لسه براند نيو محدش سمع عنه. كان عندنا دكتور جاي من انجلترا وكان شغال على حاجه شبه كده فاقترح الاقتراح الراجل رئيس القسم بتاعنا وقال لي ايه رايكم تشتغلوا في الموضوع دوت؟ مين؟ انا بتاع كهرباء قوه انا مالي ومال الليله دي تمام؟ وقعدنا ترم كامل نذاكر يعني ايه انك تشتغل في الارتفيشال نيورال نتورك وقعدنا نذاكر ايه هو بقى الارتفيشال نيورال نتورك وبنعمله ازاي وبنعمله الترم وما احنا مش عارفين تمام؟ لما جينا في الاخر خالص عملنا بقى الجوريثم معين كده. الناس لو حد معانا كهرباء قوه ولا حاجه عملنا الجوريثم معين يقول لك العطل في شبكه الكهرباء في انه فازه من الفازات الثلاثه وعلى بعد كام. وعملنا كمان سوفت وير صغير كده يقول لك التالف فوركاستنج التعريفه الكهربائيه بعد 20 سنه هتبقى ازاي بيزد على السيتويشن اللي موجود. لو كان حد قال لي فروم داي 1 ان انت هتشتغل في الموضوع ده وتخلص استحاله. هقول بص مشروع فاشل من اول. فعمرك ما هتلاقي حد كان ناجح او البرايت فوتو اللي انت بتشوفها دي يعني ابو صلاح ان انت تقعد كده تتفرج على ابو صلاح وهو عمال يرقص ويحط جوان يمين وشمال وبتاع وكده انت بتشوف الايه؟ انت بتشوف الفاينل برودكت. كميه المجهود اللي اتبذلت ورا الكلام ده رهيبه وفيها كميه فشل رهيبه. بس الفرق ايه؟ في باشن انا عايز انجح ولا مش عايز؟ حد عارف ستيف هارفي؟ عارفينه صح؟ اللي هو المذيع الاسمراني ده الجميل ده تمام؟ الراجل ده بيحكي حكايه انا سمعتها منه شخصيا يعني في احد الطرق. بيحكي حكايه بيقول ايه؟ وانا صغير كنت قلق ما كنتش بعرف كنت قلق وبتهته ما بعرفش اقول جمله على بعضها. حد سمع الحوار ده؟ فبيقول ايه؟ انا ما كنتش بعرف اقول جمله على بعضها. فمره التيتشر بتاعتنا قالت لنا ايه؟ كل واحد يقول هو عايز يطلع. فبيقول انا قلت عايز اطلع مذيع في التلفزيون. بيقول كميه التريقه والتنمر اللي اتنمرتها عليا لا تتخيلها. تكاد تكون عملت لي عقده نفسيه. اللي هو ايه يعني بيقول لايك انت ونص لسان هتبقى مذيع ازاي؟ او كده. تمام؟ ايه اللي حصل؟ هو راح عامل زي ده دوك ورا يمنع وراح نزل بقى الموسيقى اللي هي بتاعت ايه؟ دي. وبعدين فهو بيقول ايه بقى؟ بيقول حياته بيقول ايه؟ انا كل سنه
في اوقات البلاك فرايداي بشتري لها تلفزيون 65 بوصه وابعته لها عشان تتفرج على الافلام بتاعي. انت متخيل؟ ما هو ما كانش متخيل واحد ما بيعرفش يتكلم يبقى واحد من اشهر المذيعين على مستوى العالم. طب مين سمع عن مارتن لوثر كينج؟ حد عارفه؟ مارتن لوثر كينج ده يعتبر ايقونه للناس اللي هم البلاك امريكان، الامريكان السود، حد اللي كان بيدافع عن حقوق الامريكان السود. ومارتن لوثر كينج ده واخد جائزه نوبل للسلام على ثينك 1964 حاجه كده. تمام؟ واحد من البابليك سبيكرز اللي ما حصلوش في التاريخ. لما كان بيقف يتكلم عارف انت ترمي الابره ترن. وكميه الناس اللي كانت بتحضر له رهيبه. تمام؟ مارتن لوثر كينج ده وهو في الجامعه سقط في الكورس بتاع البابليك سبيكر اللي هو بيتكلموا فيه قدام الناس. يعني معنى كده ايه؟ ان انا ممكن الحاجه ما تكونش ماشيه معايا كويس، تمام؟ بس عشان انا مصر وهكمل وعندي باشن ان انا انجح it works. تمام؟ طب هو ايه اللي ممكن يخليني افشل؟ يعني مثلا لو جينا نشوف ايه العوامل اللي ممكن تخلي اي عمل مثلا يفشل. ايه رايكم؟ ها؟ التسرع، ان انا متسرع، ماشي كويس. او ما بديش الحاجه حقها. برافو عليك. الاستسلام بعد اول محاوله اللي هو ايه؟ البرسيستنس. ان انت حضرتك كيب جوينج دونت جيف اب. وقعت قوم يا باشا. يعني احنا في بعض الاحيان عندنا كانوا لنا في كليه الهندسه ايه؟ قوم يا ريس انت وقعت، قوم يا ريس شوف حالك، وراك انت هتعيط ذاكر وانت بتعيط يعني مفيش مشاكل. ما احنا عندنا بالترم اهو ماشي؟ فاقعد انا ما عنديش مشاكل ان انت تعيط، اقعد عيط على الورقه كده حبيبي بس ذاكر عشان الامتحان. قوم يا باشا بقول لك ايه؟ مش قوم نفض هدومك مفيش وقت الاول يا ريت بس مش حاجه. المهم فايه؟ فخلاص فاجي بقى اقعد وخلاص بقى الحماسه واخداني ودخلت الاوضه بتاعتي لقيت المكتب مش مترتب شويه. بس اصل انا يعني بص ما بحبش اذاكر والدنيا معفشه كده. بص انا انضف المكتب النهارده ماشي؟ فين كاس الزباله؟ واروح جايب بقى واقعد والحماسه تاخدني وهات المقشه والاوضه اللي كتبتها وعملتها ومش عارف ايه وخلصت تمام وجيت بقى بعد ما خلصت المكتب والاوضه متنظفه وتمام ورصيد بيفرم هنام بقى. بص الصبح بكره الفجر هتلاقيني صاحي اذاكر يعني اوعى انا قعدت خلاص بكره الصبح هكون قاعد اذاكر. واخد بالك؟ وبعدين او حطيت بلان قعدت مثلا 5 ايام او اسبوع اعمل في جدول للمذاكره. تمام؟ وبعدين الحمد لله ايوه يعني ايه بعدين؟ الحمد لله عملت جدول. ايوه وبعدين يعني ما انا عملت جدول خلاص. مشيت على جدول قد ايه؟ يعني مش تعليم. وبعدين بس ده مفيش كونسيستنسي. احنا يعني احنا عموما يعني احنا آفة عندنا كشعب ما بنعرفش نستمر على حاجه. ولو قررنا نعمل حاجه ما بنستمرش عليها كتير قوي او بنجيب اب بسرعه جدا وده مش كويس. يعني حتى ايه؟ في مقوله بتقول لك ايه؟ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. حتى لو كانت حاجه قليله كده just keep going. just do it. فدي حاجه. ايه تاني ممكن يخلي الواحد يفشل؟ مقارنات الاوفر باور ما بيني وما بين حد. بالظبط كده. ان انت تقعد تكبر يور سيلف اصل بص فلان عمل وفلان سوى وفلان. حبيبي انت مش زي فلان، انت مش فلان. انت حاجه كده متفرده. ايه ده بجد حاجه متفرده يعني حاجه حلوه فعلا. انت بص اقول لك حاجه. انت شخص ما حصلش فعلا. يعني حتى لو بنتكلم على توينز يتخلقوا في نفس اليوم في نفس الظروف في نفس كل حاجه ولكن في حاجات مختلفه. تلاقي البرسوناليتي بتاعت ده جدا. فلو بصيت ليك كفرد هتلاقي نفسك متفرد في كل حاجه. ربنا خلقك كده في كل حاجه مختلفه عن اي حاجه. فانت شخصيه فريده من نوعها. يا جدع والله انت شخصيه فريده من نوعها. مفيش زيك في الكون. وده ربنا اللي خلقك كده. فدونت كومبير يور سيلف لحد تاني. اليات الموضوع بتاعه مختلفه. ماشي؟ يعني انت مثلا اقول لك حاجه مثلا انا مثلا ترتيبي على دفعتي كان 2 ماشي؟ وفي بعض السنين كنت بطلع الاول يعني. فهل انا كنت احسن واحد في الدفعه؟ لا.
اكتر واحد بيفهم في الدفعه؟ لا. في ناس يعني مثلا ممكن الحاجه تتشرح مثلا وانت تلقط لو فرضنا مثلا حاجه شرحت واذكى واحد لقطها في ربع ساعه، انا ممكن القطها في ثلث ساعه. تاخد مني وقت اكتر. واحد يقعد يذاكر الحاجه مثلا تاخد منه 5 دقائق، انا ممكن تاخد مني 10 دقائق. اسلوبي كده. تمام؟ هل معنى كده هل معنى كده ان انت او ان انا غبي مثلا؟ لا خالص. انا ليا ستايل، ليا طريقه فهم معينه، انا بفهم بطريقه معينه، انا بفهم بالصور والحاجات اللي هي اشوف حاجه فيجوال بعيني، حد تاني بيفهم بالسمع عن صور، في دايفرسيتي. فانت ازاي خير؟ ظروفك الشخصيه وظروفك في البيت وظروف حياتك وظروف الناس المحيطين بيك كومبير يور سيلف ان انت. وبعدين احنا دايما بنكمبير ايه؟ اصل الفلان الفلاني ده مثلا جاب something، جاب ايه بوينت، جاب 4 بوينت في كل حاجه او طب هسالك سؤال بقى، هل هو ده كده احسن حاجه؟ يعني اقول لك حاجه، شفتوا كام واحد مثلا اول دفعه ماشي وما تعين دكتور مفيش ولا واحد طايق يختار له المحاضره؟ مش بيحصل؟ مش احنا عندنا ناس كده؟ صح؟ عندنا دكاتره كتير بتحضر المحاضره مش فاهم حاجه. صح؟ تعمل محاضره تاني برضه مش فاهم حاجه. صح؟ وكان في واحد نص كده مديوكر كده اللي هو ايه ماشي تعرف اللي هو الحاجه بقى. تمام؟ ويقعد معاك يقول لك كلمتين ماشي معلم. صح؟ ده عندي ثلاث الحته دي وده ما عندوش. صح كده؟ فمين فيهم ناجح؟ هي القصه كلها بالظبط كده. انا مش لازم عشان انا ابقى اول دفعتي ولازم عشان انا ابقى لازم ابقى احسن واحد في الدفعه، ولازم ابقى احسن واحد بيعرف يشرح في الدفعه، ولازم ابقى احسن واحد بيكتب ريبورتات في الدفعه، ولازم ابقى احسن واحد بيعمل اي حاجه في اي حاجه. ما حدش كده. ماشي؟ عارف انت فكره ايه؟ اصل انا بنطلع الاول على طول، ايوه مين يطلع الثاني والثالث؟ يعني عارف حتى هنا ايه؟ موضوع حتى ان الناس تقعد حتى تبص الدرجات زميلها مش عارف، كانوا زمان حتى بيعلقوا لنا الدرجات على الحيطه كده، الكشف فيه كل الدرجات وبتاع، فالناس مفيش مشاكل. الكلام ده ممنوع. الكلام ده لو رحت مثلا جامعه في امريكا ولا بتاع كان بوليسي دي كريم ويحاسب عليها استاذ الماده. لو طلع شيت كده عارف الشيتات الاكسل اللي بتروح برجالنا على الفيس، درجات مش عارف ايه ويلا رجاله واللي بيشتري يتفرج بتاع. كان عندنا بقى مثلا ايه زمان قبل النت والحاجات دي كانوا بيعلقوا لنا النتيجه على الحيطه كده بورق كده شيتات كده، يعني ورق بيفور وملصوق على الحيطه. تمام؟ فاي واحد مثلا يزعل حالاتي شال ماده ولا مش عارف النتيجه في ماده ايه كده ويروح قاطع الورق، تروح انت تلاقي الكشف بتاعك مقطوع اصلا. واخد بالك؟ فبعدين بالظبط كده. فهو السؤال الثاني مين بيطلع الاول هنا؟ هل هو ده مقياس النجاح؟ احنا عندنا برضه شويه ديفوهات كده في مقاييس النجاح اللي هو انا ناجح يعني ايه؟ ان انا لازم ابقى اول كذا وعامل كذا، ما فيش كده خالص. بره حتى ما تلاقيش تروح تدرس بره ان شاء الله ربنا يكرمك كده، ما تلاقيش حد يسالك انت جبت كام؟ انت جبت ده السؤال مش سؤال يعني حاجه كده بروبريت ان انت تسال حد انت جبت كام، ولا ان حد اصلا يبص في ورقه حد عشان يعرف هو جاب كام او يحاول حتى. It's not your business. Take care of your business. المكان مثلا كنت تروح ايه مدرسه مثلا عشان ولادي كانوا صغيرين في المدرسه وبتاع ويجي التيتشر يقعد معاك عشان يشرح لك الكيس بتاعت الولد وبيعمل وبيسوي عمره ما يقول لك ترتيبه كام على الفصل. هو مش يشرح لك كيس، يقول لك ابنك ده امانج اقرانه على مستوى امريكا الليفل بتاعه كذا، وامانج اقرانه في الولايه كذا، عشان تعرف انت البرفورمانس بتاعك. انما ما اقولكش يا فلان طالع الاول على الفصل، الكلام مش موجود، مفيش الكلام ده. الكاتيجوريزيشن ده في دماغنا احنا بس. لذلك حتى اقول لكم حاجه، احنا كلنا حاسبات صح؟ تمام. هنا فتره مثلا اللي هو ايه؟ انت شاطر وعلم رياضه لازم تخش هندسه. شاطر وعلم علوم لازم تخش طب. ليه؟ عشان تبقى احسن حاجه. ايوه يعني وانا لازم ابقى تبع احسن حاجه. يعني واحد من الناس، انا مش بقول لكم انتوا كده، انا كنت كده. انا واحد من الناس في ثانويه عامه مثلا كنت علم علوم. سوري كنت علم، احنا ما كانش عندنا علوم ورياضه، كان علم بس وادب بس. فانت من علمي تقدر تخش طب او هندسه او وات ايفر يعني. تمام؟ فانا احد احلامي ان انا كنت ابقى طبيب. عايز اقول لكم اشمعنى؟
كده عشان هي دي احسن حاجه، وانا بحب اطب على انا بحب الناس الكويسين. وبعدين ايه مجالي هندسه، بص انا قعدت مثلا متشبث في اللفظ الدكتور ده لحد اخر نفس، لحد اخر نص درجه راحت بيه كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره، نص درجه بالظبط. فجالي اللي بعدها ايه؟ هندسه زقازيق. الرغبه في 34 ب 40 خش بقى هندسه اللي هو ايه سوري يعني ايه القرف ده؟ هندسه يعني بص حلم ان انا يقال الدكتور واحد دكتور جه مات. عارف انت كميه حلم وايه وغز رهيبه، وتبقى قاعد في المحاضره كده. ما انت رحت بقى والموضوع حكايه ان انت هتعيد سنه بقى وبتاع وقصه كده، عارف انت قاعد اللي هو ايه كده متضايق من نفسك. وبعدين ايه عارف انك تبقى غضبان على الاكل في البيت، وبعدين ايه ممكن تحطه كده وتروح المطبخ فانت تروح واخد لقمه كده وايه ويعجبك ماشي. فايه نظام ايه تبص له كده من تحت لتحت وتاخد لقمه كمان وهو عاجبك، بس انت يعني مكابر ومش قادر يعني مكسوف تقول انه حلو او انا عايز اكل منه. ليه؟ عشان في الاول انت ما كانش عاجبك فمش عايز تطلع صغير صح؟ نفس القصه انا عارفين كده بتاع شهرين مش عاجبني الحاجه ايه ده؟ وبعدين ايه؟ في يوم قعدت مع نفسي طب ايه الحل؟ ما هو انجز يا هترجع تتحسن ثانويه عامه تاني وعيد السنه ثالثه ثانوي تاني وروح خش بقى طب زي ما انت عايز يا اما كمل. طب ما تيجي نشوف الناس بتقول ايه؟ رياضه بقى ايكويشنز والله الناس بتقول كلام زي الفل واخد بالك؟ وهوب يا باشا ايه بص اصل انت يا دوبك الكليات العمليه دي هندسه وكمبيوتر انت بتخش من الباب هنا واحد بيقابلك هنا هتخش على الميد ترم يا حبيبي صح كده بالظبط. انت يا دوبك ما بتفوقش حضرتك نظام ايه خلصت ميد ترم يلا بقى عشان العمل الحق بس الاثنينك عشان خاطر طالع من العملي بابا جبت رقم الفلوس بتاعك عشان اللي هو نظام حجز الاضافه النور بالظبط كده. فحضرتك ايه طب ايه مش عارف. فنفس القصه قال لي هنا كده ماشي لقينا في ميد ترم وجبنا فيه درجات معقوله بالنسبه للناس، لقينا فيه فاينل امتحاننا هوب تلاقي نفسك طالع السادس على الدفعه في اعدادي هندسه، والفرق بينك وبين اول الدفعه مثلا بتاع بالظبط كان 35 درجه اللي هم يجوا عندنا في هندسه في مساله مثلا ولا مساله ونص. الله ده احنا حلوين قوي يا جدع اوعى بقى اديله فرصتنا بقى اهي والدنيا مشيت وايه وزي الفل. فلو جيت تبص على اساليب الفشل او ايه اللي بيخلينا نفشل ممكن تلاقي فيها اساليب بتبقى طالعه من عندنا زي اللي حضراتكم تقريبا بتقولوا، او ان انا بقدر استفيد الحاجه انا داخل الجامعه بقى وقالوا لي بص بقى الجامعه دي بقى بس يا باشا ابعت في الثانويه عشان تستريح في الايه؟ في الجامعه وانا جاي استريح في الجامعه هم قالوا لي كده ضحكوا عليك والله. انت ابعت في الثانويه عشان تتعب في الكليه عشان تتعب اكتر ان شاء الله بعد ما تتخرج عشان تستريح ان شاء الله في الجنه بتاعتنا ربنا يوعدنا يا رب احنا واخد بالك؟ يعني ما كانش هيبقى هي الدنيا ايه؟ حياتهم نصب ما شاء الله ما كانش يسموها جنه او هي الناس هتستريح وزي الفل واخد بالك. فهي القصه كده هي القصه كده. You get struggling to the end of your life وهنموت واحنا ورانا حاجات عايزين نعملها وما عملناهاش. واخد بالك؟ فالموضوع ايه؟ حضرتك اتس اوكي مش مدي الموضوع حقه تمام فاستهترت لقيت نفسك داخل على مكتب موجود في الذاكره فكملت مش عارف ايه فلقيت نفسك ضرب وبعدين خلاص بس ممكن بقى ادخل في دايلما ايه؟ انا مش قد المكان ده ومش هكمل. بالعكس اقول لك حاجه انا كان ليا ناس صحابي في اعدادي هندسه كانوا جايين ماشي وبعدين صاحبنا بقى بعد كده بعد اعدادي هندسه ومشينا سوا بقى ايه؟ الكفاح الوطني. مش عايز اقول لك اثنين من الناس دول في سنه ثالثه كانوا مرتبين من 10 الاوائل على الدفعه. اصل انت طالما بقيت هنا يجندوك انت قدها بس انت محتاج يعني ايه؟ تضع الامور في نصابها الصح تبقى قد الموضوع. كميه الافرت اللي انت كنت بتبذلها في الثانويه كميه الافرت اللي انت هتبذلها في الجامعه اكبر شويه لان انت دماغك كبرت والسكيلز بتاعتك كبرت هتسوقها. فالموضوع مش سهل. هنفشل كتير. اول امتحان خدته شفوي في اعدادي هندسه قاعدين 10 كده قدام الدكتور وكان عميد الكليه وكان حاجه بقى كده ايه
خلي بالك اياميها انا بكلمك مثلا 94 95 ده مش ده كده، اياميها كان استاذ الجامعه ده اللي هو ايه؟ بص اوعى الدكتور يعرفها، لو عرفت انسى بقى، بص هتقعد شايل منديل طول العمر. اللي هو مش دلوقتي بقى في ناس فريندلي وبتقابل ازيك يا دكتور، تروح سلم عليه في المكتب ويتكلموا على الفيس وممكن تبعت له رساله على الواتس ويرد عليكم. الكلام ده مش بص، انت شوف الدكتور من هناك لو شافها هيحرقك، هتولع فيك وانت ماشي. بجد حرفيا فكنا احنا بنخاف، نقول له انا راح اكلم الدكتور كده، وكنا نقعد نتحايل على بعض نروح نعمل كده، فما كانش موجود. وده بقى كان عندنا كليه وحاجه كده هنا، وقعدنا بقى كده، كانت ماده علوم انسانيه. كان بيتكلم بقى عن الاصلاح الاقتصادي والايزو والمش عارف ايه والحاجات دي. وراح سالنا سؤال قال ليه؟ فاقول ايه؟ ابراهيم سعد ده كان يعنيها رئيس تحرير اخبار اليوم. كان بيقول امبارح في مقاله ساتش عندي حكايه كده ايه ده؟ ايه رايكم في الموضوع؟ ماشي؟ وايه؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ احنا كنا 10 فجاء عندي بقى وبقيت اتكلم تمام؟ فبعدين لقيته ايه؟ بيبتسم كده. فخيل الي اللي هو الله عليك يا سلمون الراجل ايه؟ الراجل اقعد بكلامك واوعى انا قلت لك وصلنا غلط واخد بالك؟ فايه؟ وانا عمال اكمل والراجل يبص لي بيضحك وانا بقى ازداد ثقه بقى اللي هو ايه؟ معلم بقى الراجل يعني لو مؤاخذه ايه؟ معلم بتكلم خلاص يعني. وبعدين ايه؟ راح حاطط القلم بتاعه وعمل صمت المكان وانا مستني بقى يقولوا له سقفوا له يعملوا له اي حاجه يعني هيصلوا له اي حاجه يعني. فلقيته بيقول ايه؟ بص يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده ما يتباعش عندي ايه؟ يتباع على القهوه بره. طبعا بص تخيلي بقتش بص انا قعدت ايه؟ راسي مدلدله كده طول بقيه البتاع كلها وراح مديك البتين في جنابي قال لي ما معناه يعني ان انت مش عارف ما تهبطش. خلاص قولي تمام؟ انا قلت بقى ايه؟ خلاص احنا كده في صراع النبي شلنا المبدا يا ريس تمام؟ طلعنا بقى خلاص خلصنا وبتاع وايه وجات امتحانات وكده. انا الماده دي كانت ايه؟ ماده عامه كده فكنت قعدت اذاكر فيها بص جبت مذكرات وقعدت اذاكر من اول بص وحطيت نفسي في الماده دي. انا بحاول ايه؟ اكدش بس ان انا انجح ما هو خلاص الراجل اداني صفر في ايه؟ هو هديك بس هو اداني زيرو في الشفوي. وطبعا بقى خلاص خدت مش خلاص هو قال لك الدكتور عرفك وهعلم عليا يا ريس عارف بالظبط كده. تعرف ان انا الوحيد اللي جبت امتياز في العشره اللي كانوا موجودين في اليوم ده في الماده دي. ما تقوليش ازاي مش عارف بس انا اشتغلت فيها كويس قوي لانه خلاص انا كنت واحد اتس تشالنج بقى انا يا ادي بص يا فيها يا فيها بقى يا كده خلاص انا ما انا عايز انجح انا عايز اعدي بس ما هو مش بعد العمر ده كله وبعد ما بقيت شاطر والناس بقى في البلد دكتور واحد دكتور اليوم بتاع هدف مطموح في اعدادي هندسه. فايه اللي حصل؟ الحمد لله جبت امتياز في الماده دي. ماشي؟ قص على ذلك بقى قصص فشل رهيبه. فعلا لما حضرتك تلاقي حد ناجح قوي وتبص على الهيستوري بتاعه هتلاقي قصص فشل كتيره جدا جدا جدا. هتلاقي اسباب الفشل منها نفس اللي هو حاجات خاصه بيك انت ما عملتش مجهود ما قدرتش الموضوع كويس ما كانش عندك الباشن ان انت تدرس فيلد معين ومكمل فيه. طب عادي ليه؟ انت لقيت نفسك بص انا قفلت من الفيلد ده ما ممكن انت التالنت بتاعتك مش هنا. انا ممكن ابقى راجل بتاع ارت كويس قوي وراجل فنان وعندي لمحه فنيه كده وبتاع بس مش في شغل الماث والهندسه والبتاع. طب ليه؟ بتضيع في سنين عمرك ليه؟ لو وصلت لليقين ده تصحى ده ما اصل انا يا جماعه مش لازم ابقى ناجح مش لازم عشان ابقى ناجح ابقى مهندس او دكتور مش لازم احنا شعب بيعصب التايتلز مش لازم ابقى انش او دكتور او خالص مش لازم ابقى كده عشان ابقى ناجح. يعني سوري يعني انا عندي مثلا سباك ناجح في شغله وبيطلع شغله كويس احسن من استاذ جامعه فاشل. ما هو ده حاجه وده حاجه صح؟ انت لما تيجي تفكر فيها منتلي كده دي جوب ودي جوب ده بيعملها كويس وده بيعملها وحش ايا كان بقى تصنيفها ايه والتصنيف ده على فكره مش موجود في عندنا. يعني كنا نقعد نقول كده مثلا واحنا في امريكا تيجي مثلا نلاقي العرب قاعدين مع بعض بتدرس ايه؟ هندسه طب هندسه طب هندسه طب. تعالى بقى اقعد مع الجماعه الامريكان بتدرس ايه؟ بيولوجي ايكونومي فيزيكس مش عارف تلاقي في دايفرسيتي كده. انت بتدرس الحاجه اللي انت عاوزها اللي انت بتحبها. انما احنا هنا برضه مقيدين بايه؟ بمنتاليتي معينه ان انا لازم يبقى في حاجه قبل اسمي. انا هيتقال لي محمد اسماعيل كده حاف
مفيش يعني السيد الاستاذ الدكتور رئيس مركز محمود النبي اي حاجه من دي يعني محمد صديقي في الاخر يعني لازم حاجه حلوه صح؟ فدي ايه؟ دي قصه مهمه جدا. فدايما زي ما قلت لك طيب احد اسباب الفشل الثانيه بقى ساعات بتبقى ظروف خارجه عن قدرتنا، ساعات بتبقى عملت كل حاجه از ات از وما مشيتش. didn't work. وتيجي تبص على كل مقومات النجاح المفروض كانت تمشي وتبقى زي الفل ما مشيتش. وتقعد بقى تتنكد وبص خلاص نو واي انا خلاص انا كده ما عادش عامل حاجه تاني. تبقى انت ناوي تشتغل في الفيلد الفلاني او تبقى كاتب القسم الفلاني وما يجيلكش، يجي لك قسم تاني. واخد بالك؟ وخلاص انا هموت لو ما دخلتش القسم ده، ومين قال لك ان القسم اللي انت عايز تخشه ده احسن حاجه؟ ده احنا بس بالبروسبكتيف بتاعنا انا حاسس ان ده هو احسن حاجه. انما انت عارف ان هو احسن حاجه؟ عندك معلومه فروم ذا فيوتشر بتقول لك ان هو ده this is the best for you وفور الكواليفيكيشنز بتاعتك خالص. خالص. ده ممكن ربنا يكون عامل كده عشان السكه دي مش بتاعتك. ومش هتنجح فيها لو مشيت. دي اللي بتاعتك. وانا كنت عايز اخش طب دخلت هندسه ولقيت نفسي بطلع من اول الدفعه واتعينت في الكليه. جيت اتعين في قسم الكهرباء قالوا لي لا ده احنا عايزين واحد. بس انا كنت التاني في الترتيب العالي. ماشي؟ فخدوني بتوع قسم ايه؟ رياضه وفيزياء. فاشتغلت رياضه وفيزياء، اشتغلت شويه يعني. تمام؟ 3-4 سنين وبقيت اشهر واحد رياضه وفيزياء في الكليه. الراجل درس فيزياء بقى وبتاع. شويه وبعدين ايه؟ جالي منحه وجيت اسافر، جيت اخش امتحان التوفل ما جبتش السكور اللي هم عايزينه. كان الوقت قليل قوي وحصل ظروف كده والامتحان والامتحان بتاعي اتاخر ودخلت لقيت الناس بتعمل في السبيكنج وانت قاعد عامل زي قاعد في محطه مصر فبدات تمتحن وهيصه وبتاع ما جبتش السكور اللي هم عايزينه. يشاء ربنا ايه؟ ان احنا كنا مقدمين كذا واحد وانا كنت تاني اعلى واحد في المقدمين وهو الراجل كان عايز اثنين فيقول لي تعالى وهتمتحن هنا واروح امتحن هناك. ماشي؟ اروح امتحن امتحان انجليزي تاني وامتحن امتحان انجليزي تاني هناك وبرضه ما اجيبش السكور اللي هم عايزينه. على مثلا ايه؟ بيرسنتس بسيطه قوي. فكل النتيجه ايه؟ انت قدامك حلين. ماشي؟ يا اما تروح لم العيد ده وتروح يا اما تقعد تاخد ترم كامل انجلش. وفي الحاله دي حضرتك هتتعطل مش هتقدر تاخد كورسات للاكاديميا غير ما تخلص الانجلش ده. طبعا هم الدنيا لما انا مش جاي صيف في الجامعه انا اسبوعين واروح صح كده؟ وبعدين انت بقى تبقى طالع منحه دي اللي هو ايه؟ اللي هو انت بتاخد فلوسك من هناك المشروع اللي انت مسافر عليه. انت سوري يعني بعت اللي هو اللي قدامك عشان توفر التيكتس اللي انت مسافر كده ما معكش حتى فلوس ترجع. انا يعني مش رايح هتاخد انجلش ماشي هتدفع انجلش على حسابك ماشي which is a big amount of money by the way. نقصاتهم بقى ونشوف حد الادفايزر يساعدنا فيهم وهتمشي يعني. تقوم تروح تاخد كورسات الانجليش عشان تتعرف على في وسط كلاسات الانجليش دي عشان تتعرف على مديره الانترناشونال ستودنت سنتر عشان تعجب بالكاركتر بتاعك وتبدا تشغلك عندها فار تايم في الانترناشونال ستودنت سنتر وتعمل اكتيفيتيز معاهم وفي الاخر ترشحك لجائزه احسن شخصيه قياديه جامعه كانساس سنه 2015 تاخد الجائزه. واخد بالك؟ لولا المشوار اللي انت لفيت ده ما كنتش هتعمل الاكتيفيتيز كلها. يمكن لو كنت دخلت في مشوار الاكاديمي على طول. انا عايز اقول لك حاجه، محمد اسماعيل اللي سافر امريكا كومبليتلي ديفرنت عن محمد اسماعيل لما رجع قبل ما يسافر وبعد ما رجع. من الاكسبيرينس اللي انت شفتها. يعني انا مش عايز اقول لك احنا عملنا كميه اكتيفيتيز هناك انا لو تخيلت ان انا هقعد عمري كله اعمل فيها هنا في مصر مش هعملها. ماشي؟ ليه؟ عشان انا اتعرفت على الست دي اللي فتحت لي الباب ده كله، فتحت لي باب لشغل وباب لاكتيفيتيز لا تتخيلها، ما كنتش هقابلها لو ما رحتش خدت كلاس الانجلش. واخد بالك؟ لدرجه ان انا في سنه من السنين قبل ما اجي سنه اختاروني في اللجنه اللي هتعين نائب رئيس الجامعه. عارف لما بيعينوا حد مهم بيبقى في لجنه كده بتختار تلم السيفيهات وتناقش وبتاع مش عارف ايه وكده. فجينا بيبقى في بقى في اللجنه دي ريبريزنتيف لمين؟ للجراديويت ستودنتس. كان العقد كده. وجالي تكليف رسمي من رئيس الجامعه ورحت بقيت اقعد انا وعميد كليه الاركتكتشر
مدير الادارات اللي بتتعامل معانا رئيس الجامعه ده، ويجي لنا السيفيهات ونعمل انترفيوهات للناس وانا طالب عندهم. برضه الكلام ده ما كانش هيحصل عشان انا لو ما رحتش خدت كلاس الانجلش بتاعي. تمام؟ فرق معايا بقى في الانجلش بتاعي جدا. كان كويس وكان اعرف اذاكر وكده كويس جدا. انما فرق في السكيلز بتاعت الانجلش جدا. ما انا كنت زعلان. طب فرقت معاك حاجه بقى في الجرادويشن بتاعك واخرتك؟ خالص. انا خلصت زي زمان كنت اللي اروح معايا في نفس الوقت. بس احنا بيبقى عندنا ايه؟ قصور شويه في الفهم. وانا مش انا حاسس ان دي احسن حاجه، بس ربنا بيقول لك لا، ده في حاجه ثانيه احسن. انا دايما على الكين ايه؟ لما حد يقول لي اصل انا كنت كاتب كذا وجاتني بس انا عمال اجيب وسايط واعمل، انا دايما على الكين ان اللي جه واللي ربنا كتبه this is the best for you. just go for it. كان واحد صاحبي اول ما كنت زعلان كده في القصه بتاعت هندسه وطب ومش عارف ايه، قال لي بص يا محمد عشان نخرج من القصه دي بقى، صاحبي ده اياميها كان جايب صيدله وقال لك لا انا عايز اخش هندسه الكترونيات منوف كده مش صاحبي ده النهارده صاحب شركه في العشر رمضان، راجل من الناس المشهورين في المجال بتاعه. انا عارف انا عايز ايه. قال لي بص ابويا قال لي مثلا، قال لي ايه بقى؟ ان لم يكن ما تريد فريد ما يكون. اصل امر الله لا يفهم. فبمزاجك غصب عنك الدنيا ماشيه صح؟ فحاول تتاقلم كده وتشوف هتبدع، حتى لو انت الموضوع مش على هواك قوي اكيد هيبقى فيه جانب من جوانب الانتاج. ماشي؟ في مقوله مشهوره قوي بتقول لك ايه؟ failure is not the opposite of success. It's part of it. الفشل مش عكس النجاح، ده جزء منه. ده جزء من النجاح. انت لازم تفشل وبالتالي هتنجح. بس هي النقطة إيه؟ تفشل وتكيب دوينج بنفس الحاجة اللي فشلتك ومستني نتيجة ثانية زي ما اينشتاين بيقول، اينشتاين بيقول لك إيه؟ من الغباء إن أنت تقعد تعمل نفس الحاجة بنفس التولز بنفس الأدوات وتستنى نتيجة مختلفة، لا، أنا لازم I'm smart enough، لازم يبقى عندي flexibility إن أنا أشوف وأدرس النقطة أنا فشلت ليه؟ وإيه اللي خلاني أفشل؟ أقعد مع نفسي كده. هتعقد وايه؟ شلت ماده وقع. وفي ناس كتير قوي شالوا مواد بقوا ناجحين بعد كده. ماشي؟ اصل انا مش عارف ايه، طب شلت ماده، اصل انا سقطت سنه وقع. ايه المشكله؟ مش يمكن السنه دي مثلا تخلصك من حاجه بعد كده، دفعتك كلها راحت داخله الجيش وانت يا باشا قال لك العيال اللي هم دفعه مش عارف ايه ما دخلوش في هوب تكتب لان انت شغل واصحابك ما فيش 3 سنين. قصه وحسبه مش بتاعتك، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. امال ايه اللي بتاعي؟ just keep going. اشتغل. اروا الله من انفسكم خيرا، ولا ربنا ان انت حضرتك بتشتغل تعمل وادعي ربنا كده هتلاقي الكرم. والله العظيم ثلاثه هتلاقي كرم ربنا بيجي لك من حيث لا تدري. يبقى انت عشمان هنا ويطلع لك كرم ربنا في حته ثانيه خالص عمرك ما حسبتها. ماشي؟ عارف المثل اللي هو ايه؟ استمرار السعي لا يعني هتميل لايه؟ بالظبط، استمرار السعي لا يعني هنميل الزيتون. بالظبط كده. فهي لا، انت اشتغل وهتقف هتقع وقوم وكمل واشتغل. صدقني يعني مش لازم اوصل للي انا عايزه بالظبط، بس حضرتك هتلاقي بنفيتس وفلوس للشغل اللي حضرتك ده. استحاله ان الله ده، بص دي اتقالت صريحه في القران، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. استحاله. ماشي؟ بس الاجر ده بقى مش على مزاجك انت، ده بقى على مزاج ربنا سبحانه وتعالى، عشان هو اللي عارف ان دي احسن حاجه بالنسبه لي. قلت لا انا اسف وسعيد جدا ان انا قعدت النهارده الرجاله عماله شايف ناس عماله تزورني يعني بتخلص ساعاتنا يعني كمان جاي متاخر وعرفت الساعه 6 فسامحوني مره ثانيه. وانا شخصيا والله انبسطت جدا ان انا معاكم النهارده ويا رب نشوفكم. انا حاليا انتوا عارفين انا اصلا في جامعه الزقازيق تمام؟ والفيديوهات اللي كانت متصوره في جامعه الزقازيق، بس انا حاليا منتدب لجامعه مصر للمعلوماتيه ودي جامعه اهليه تبع وزاره الاتصالات في العاصمه الاداريه في مدينه المعرفه. كنت اشتغلت في كذا حته قبل كده في الام واشتغلت في افورتشاير ودي جامعه برضه انجليزيه في العاصمه، وحاليا في جامعه مصر للمعلوماتيه. we'll be happy to meet you there. اي حد نازل العاصمه
يعدي يشرب معاه شاي جامعه وهجيب له كيك يلا هيصل ماشي. فبجد الجامعه عندنا باي ذا واي بالنسبه للكمبيوتر ساينس والحاجات دي احنا عندنا من الايكو سيستم اللي حوالين الجامعه الاي جي اي كلنا عارفينه. فالاي جي اي بينزل كورسات كتيره قوي سبيشالي في الكمبيوتر ساينس والكمبيوتر انجينيرنج وناس كتير. واحنا لو سمعتوا عن مبادره في حاجه اسمها الاي ام اي كانت شغاله في الامبيدد سيستمز كانت الوزاره منزلاها بالظبط كده. المبادره دي بيدوا 3 مانث دبلومه في الامبيدد سيستمز دي جوه عندنا في الجامعه. تمام؟ دي شغاله اوريدي عندنا في الجامعه. هو شوف شباب من حلوان وشباب من الزقازيق وشباب من عين شمس ما شاء الله يعني. ففي اوبورتيونيتيز كتيره ولو في حاجات زي كده برضه هبعتها للشباب بتوع الاي جي بي برضه يشرحوها وكده. واي حد بقى ينزل مدينه المعرفه او حاجه لازم يعدي عليا يشرح معايا ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ شكرا لكم جدا. دكتور في اسئله؟ لا احنا بس كنا حابين نشكر حضرتك جدا ونعبر عن شكرنا وتكلمنا حضرتك واحنا مبسوطين جدا. يعني معظم الناس دي شافت حضرتك فيديوهات اصلا فان حضرتك واقف قدامهم النهارده فهم عارفين سيرة نفسها والله يا جماعه كبرت الموضوع يعني. انا مبسوط اكتر منكم يعني. الناس ما شاء الله يعني وجوه باسمه كده. بص قصه ان انت تلاقي واحد قدامه ويقعد من الصبح بقاله يومين لحد الساعه 6 في ايفنت عشان يطلع باي مصلحه من اي حاجه يتعلم منها حاجه اتس ا بيج ديل حرفيا. فيو هاف تو بي براود اوف يور سيلف. وانا شخصيا مبسوط منكم جدا. ربنا يحفظكم يا رب واشوفكم دايما كده في الاعلام ان شاء الله. في اسئله طيب؟ في حد عنده سؤال ليا؟ في حد عنده اسئله؟ ليه؟ حضرتك؟ اتفضل. امتى تعرف ان انت ما كنتش بتسعى في الاتجاه الغلط؟ هو انت امتى اعرف ان انا بسعى في الاتجاه الغلط؟ اذا يعني ما هو بص احنا ساعات بنقعد نكمل هو ايه؟ يعني مثلا اقول لك حاجه انا مثلا جيت قعدت مع نفسي كده وبعدين ايه؟ ما انت خلاص دخلت هندسه بقى. طب بص تعالى كده بص صلي على النبي كده مع نفسك وانا راكب الميكروباص كده ومروح. وطبعا كان الناس يجي عارف دايما لما تخش هندسه كده اول سنه تلاقي نفسك ايه؟ عارف كل حاجه كنت على عملها مثلا ايه؟ كنا بناخد الرايت هاند رول دي صح؟ كده انا كده شايف ايه؟ ففجاه تلاقيني مثلا ايه؟ قاعد في الميكروباص متخيل ايه؟ يعني انا والست كده مش وفي بص وانت هتلاقي بص انت فجاه كده تفاجئ ان الميكروباص كله انت عامل هو باين بتتفرج عليه. تلاقي نفسك مثلا قاعد في الاوضه وانت بتتفرج على فيلم واخواتك زي الفل واخر حلاوه وانت عمال تعمل ازاي؟ طبعا هم مش فاهمين ايه ده اصلا. جايبها رقصه مثلا ولا حاجه مثلا فانت قاعد تعمل كده اهو رايت هاند رول بتاعك ماشي وماما معديه بقى يا حبيبي يا ابني والله كان زي الواد المفتحه قبل ما يخش المخروبه يلا ربنا يستر فاهم؟ فاذا بص احنا بنقعد طب ايه احسنها مع نفسي كده؟ طب هو انت بتحب البيولوجي خالص ده نطيق العمى ولا ما طب والكيمستري اخبارك معاها ايه؟ يا بيقول لك انت فاهم؟ طب ماشي حضرتك ما بتحبش الكيمستري وما بتحبش البيولوجي ما بتحبش تذاكرهم هتخش طب سوري يعني هتعمل ايه؟ دخلت وبعدين هتلاقي نفسك الدنيا مش ماشيه كويس ماشي؟ اقعد كده احسبها مع نفسك هل الطريق ده احسن حاجه ولا لا؟ طب هل الاليات هتؤدي الى حاجه في الاخر ولا لا؟ هل انا do I feel comfort with that؟ هل انا حاسس ان انا هوصل لحاجه؟ على فكره دايما عارف انت المقوله بتاعت قلبك دليلك دايما تلاقي في حته عندك كده لما تروح لما تبقى ماشي يعني داخل في حاجه كده تلاقي الموضوع ده كده مش مريح واخد بالك؟ او الدراسه دي كده مش مريحاني قوي او مثلا شوف انت الياتك هل السكيلز بتاعتي هتفيد في القصه زي دي؟ هل انا عندي استعداد احارب عشان موضوع زي ده واحارب حرفيا احارب لان انت هتلاقي نفسك بتصحى وتقوم وتذاكر وتسهر وتطبق ايام وبتاع مش هل انا ممكن اعمل كده عشان خاطر الفيد ده ولا لا؟ طب ما كانش وانا ليه انترست في حاجات ثانيه خلاص بقى ما تضيعش وقت بس مش ايه خليك بس تسمع كده شويه وزدم يعني مش انا كده النهارده قعدت اسبوع اشتغلت في حاجه مش نافعه هوب اصل انا دخلت مثلا كهرباء قوه هوب لا مش نافع لا يا عم الاسبوع الجاي هحول اتصالات هوب لا انا بص اروح بقى اجيب ميكانيكا من
حاسس ان انا بحب الميكانيكا. ماشي؟ ايوه يا عم انت بتعرف تحل مسائل الميكانيكا؟ ما انا هروح بقى يمكن اطلع بعرف. انت فاهم قصدي؟ يعني ايه؟ مش النظام اللي هو ايه؟ مش كل ما اشتغل في حاجه الاقيها وقفت خلاص ارجع نلف وارجع تاني، عادي. لا. لازم يبقى في ايه؟ بوتنشال كده اشتغل مره في الثانيه لقيت الموضوع مش ماشي. غيره بقى لازم عندك فلكسبيليتي تحول تشوف حاجه ثانيه. تمام؟ في مجال دراسه بقى عموما المفروض ان احنا داخلين مجال دراسه او داخل كليه على اقتناع. ما ينفعش اقعد لحد شوف ده من البريشن بتاعي. ماشي. المفروض يعني ان انا داخل الكليه دي على اقتناع. طب لان انا بتكلم في فيوتشر. ماشي؟ ما ينفعش اقعد مثلا سنه اولى ومش عاجبني الموضوع، سنه ثانيه ومش عاجبني الموضوع، انا للاسف ان انا بقابل طلبه مثلا في سنه ثالثه ويقول ايه؟ اصل انا بفكر احول. يا باشا انت قربت تطلع على الباب، انت على الباب هتقلع على الجزمه وتمشي على طول، تحول ايه؟ خلاص بقيت مثلا داخل سنه رابعه. ماشي؟ الكلام ده يقوله مثلا ايه؟ طالب في اول شهر اول شهرين الدنيا مش ماشيه معاه كويس مش عارف ايه جاي تعقد جاي عقده في الكليه بتاعتك، انما ما تقعدش 3 سنين بتفكر تحول. ما هو طبيعي. بص طول ما انت مش مقتنع بالحاجه اصل انا بفكر يا عم انجز يا والله الحاجه مش فاضيه. سوري يعني والغلبان اللي بيصرف عليك وطافح حقوق ده ايه ظروفه؟ ما انت سوري يعني عايش في يعني اتليست إيه طالما وصلت كده انجز وخلص. عايز بقى تعمل كارير شيفت بعد كده وخلي بالك انتوا في ممتاز جدا هو ايه؟ انا اقدر اشتغل في اي حاجه. تمام؟ واقدر اشتغل في انواع اندستريز كتير قوي وعندي فرصه اشتغل فريلانسنج وعندي شركه اشتغل في مصانع وعندي فكره اشتغل في حاجه. يعني انت هتلاقي نفسك بتفكر في بوزيشنز كتير قوي. واخد بالك؟ يعني بتوع الروبوتكس هتلاقي نفسك ليك لازمه معاهم، بتوع مش عارف مين بتوع العربيات هتلاقي نفسك ليك لازمه معاهم. اي حاجه في الدنيا كلها النهارده سوفت وير بيزد ساينس. فانت هتلاقي نفسك بتفكر في حاجات كتير قوي. فما تقعدش بقى انت ايه مستني. يعني مثلا انا طالب جالي حضرتك يعني طالب جالي اول حوالي ايه بعد الدراسه خالص كان طالب عندي في الكمبيوتر ساينس. انا كنت بدرس كورس فيزيكس في الكمبيوتر ساينس وجي قاعد لقيته قاعد في المكتب كنت عايز اكلم حضرتك في حاجه ومش عارف ايه اقعد طيب كذا 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 فلقيته بيقول لي ايه اصل انا مش حابب الكليه وهوب يعني ايه بقى نوعه ايه معين. ماشي؟ تبدا تدرس كده تعالى وخدت تحت نزلنا كافتيريا شربنا شاي وظبطنا المسائل. انت ايه مشكلتك؟ حاجه لي بس طويله كده بس انا عايز اشتغل في البيزنس وعايز اعمل مش عارف ايه. طب ايه نوع البيزنس اللي انت عايز تشتغل فيه؟ قال انا عايز اشتغل في الادوات الطبيه. اصل انا موبايل بيشتغل في القصه دي وعملت مع شغل ومش عارف ايه وبتاع وكده انا متفق معاك. عايز تعمل ايه؟ عايز تحول بيزنس؟ قال انا عايز اسيب الكليه خالص. قلت له 100 والله انت جاي سيبك الراجل تعالى نسوي كليته بتاعتي. ماشي؟ تعالى ماشي سيبنا الكليه وطلعت. ماشي؟ انت اشتغلت مع ابوك قبل كده صح؟ قال لي اه. قلت له سبت لك مثلا 2000 جنيه ولا حاجه؟ قال لي اه عملت فلوس حلوه. قلت له 2000 جنيه مش فلوس حلوه انا بس. ماشي؟ انت اشتغلت مش عشان عملت لك انترنشيب وسبت لك ايدك 2000 جنيه فحسيت ان الفلوس جريت في ايدك وانت ممكن تعمل انفستمنت لوحدك. تمام؟ طيب عملت انفستمنت انت عندك فكره عن البيزنس مثلا وازاي تعمل بيزنس موديل لحاجه، تعمل دراسه جدوى ازاي، تعمل ماركتنج ازاي، تدور تيم من الناس ازاي. ما هي الحاجات دي ما بقتش بالفقاقه كده. يعني زمان على الدكتور المرعي كده. ماشي؟ دلوقتي زمان ايه في دراسه لازم تدرس بيزنس. ده الناس بتوع الانجينيرنج بتوع الكمبيوتر ساينس بيروحوا ياخدوا بيزنس ادمنستريشن بيعمل ماسترز مثلا MBA ولا بتاع في جامعه وبتاع عشان يدرس كمان اداره. فده عادي. وعلم البيزنس ده علم كبير قوي مش كده مش بالفقاقه كده صح؟ فاللي انا افهمه انت عايز تحول بيزنس فاين ده وانا هساعدك. يو ار انترست صح؟ اصل انا عايز اشتغل في الدكتور ماشي ده كويس قوي. طب اقول لك حاجه طب يا عمي اصل انا عايز اعمل حاجه كبيره. قلت له هو ايه؟ انت كاره الكليه؟ قال لي لا هي عادي بالنسبه لي. طب كويس. طب ما تخلص الكليه وتعمل حاجه كبيره تريد في شغلك. ما هو شغلك ده بيفيد في حاجات كتيره قوي. خليك انت عامل ايه؟ اصل ما حدش بيعمل حاجه. قلت له ما احنا مستنيينك بقى انت اللي هتعمل. انت عندك بوتنشال تشتغل وعندك انت اللي تعمل. ايه تعمل؟ اطلع بره اعمل ستارت اب، اعمل شركه سوفت وير خاص بالميديكال سيرفيسز واخد بالك واشتغل. ما احنا بنروح ده احنا في ناس النهارده بتروح الهند وبتروح
كلها يجيب لك شركه تحت بير السلم عشان تعمل له مثلا سوفت وير معين ولا بتاع وكده ويقول طب ما تعمل يا جماعه الكلام ده هنا. خليك انت راجل ديفلوبر وتعمل شغل وتعمل وخليك انت سكسسفول موديل للناس اللي هي مش عارفه تعمل حاجه اللي انت بتوصفها دي. انما اطلع من هنا وبعدين في نقطه ثانيه، انت خرجت معاك ايه؟ معاك ثانويه عامه، طب وبعدين؟ انت هتيجي في بعض الاحيان في حاجات ما انتش عارف تعملها وانت صاحب الشركه، فتضطر تروح تجيب حد عشان معاه لايسنس معينه، عشان هو معاه بكالوريوس ولا معاه دكتوراه ولا معاه ماجستير مع لايسنس معينه، وانت سوري رقبتك. انت صاحب الشركه وصاحب الفلوس ان هو ما تعرفش تعمل الحاجه دي من غير الراجل ده. طب وليه؟ تبقى الباور عندي والفلوس عندي ويبقى الدماغ والعلم برضه عندي، ايه المشكله في كده؟ طالما انا الموضوع مش كارثه، وقال لي لا انا مش كارثه، قلت له ما تكمل. خلص وعايز تعمل كارير شيفت بعد كده ما تعمل. تمام؟ الولد ده ان شاء الله داخل ثالثه ان شاء الله السنه الجايه. المهم ايه؟ فانا زي ما قلت كمل واشتغل، ما تجيش في اخر سنه وتقول اصل انا بفكر احول، ما ينفعش. يعني الكلام ده لو الموضوع تعبك قوي وحاسس ان انت مش هتمشي يبقى as early as possible عشان تنجز. لان انت معلش هل انت مستقل ماديا؟ هل القرارات اللي انت هتاخدها دي مش هترفلكت على اسره جنبك وعندك اخوات وعندك وربنا يعني النهارده يا جماعه الموضوع طف، الحياه صعبه واقعد كده انك تقعد كده انت بقيت راجل ريسبونسبل دلوقتي اقعد كرتش في والدك كده وبتاع هتلاقي فعلا الموضوع بقى طف قوي. فاذا ما كنتش انت تبقى قد المسؤوليه وما تبقاش كده اي حاجه في اي حاجه وبتاع وتدبس الناس فلوس وتدبس، لا ده انت المفروض اللي زيك دلوقتي يشتغل ويجيب فلوس. احنا عندنا مشكله في القصه دي، كونسيبت ان هو انا ما هشتغلش غير بعد ما اتخرج وتبقى باشا في صيف وروح اعمل انترنشيب وفي شركه بتدي الناس فلوس وفي وتعلم حاجه واعمل فريلانسنج. انا طالب في نفس بيكلمني من 3 ايام ده طالب سنه ثالثه هندسه السنه الجايه رابعه وتتخرج، فلقيته بيقول لي يا دكتور انا فلان الفلاني اللي هو كان معاك في الكلاس بتاع مش عارف ايه من سنتين، انا ازيك عامل ايه؟ هو انا كنت عايز اشارك في حاجه، اصل انا جبت لايسنس وهعمل عربيه برجر قدام الجامعه. ده طالب سنه ثالثه ماشي؟ ورحت ده في العاصمه على فكره، ورحت لشركه العاصمه وجبت لايسنس وجبت التولز وجبت كل حاجه، بس عايز اعرف اجيب جنريتور قد ايه يشغل البتاع دي عشان انا الواتج بتاعه يبقى عامل ازاي. فقعدت شرحت له يحسبها ازاي، واخد بالك؟ قلت له بس ايه لو عايز محتاج مني حاجه قول لي تعالى اتفرج على حاجه وكده وبتاع، بس مش احسن يحسب لك الحسابات بقى عشان يشوف الاجهزه نفسها، بس لو محتاج حاجه قول لي. وخلي بالك اول سندوتش لازم يبقى بتاع، قال لي طبعا يا دكتور بتاع. ففي ناس بتفكر كده وهو طالب والجامعه مصاريفها اتليست النهارده 250,000 جنيه وهو اللي بيدفع مصاريف نفسه. تمام؟ لما شفنا المودلز دي بره والطلبه فروم داي 1 من ثانوي وهم بيشتغلوا بيدوا لايسنس يشتغل مثلا في حاجه زي مثلا كارفور في هايبر 1 مش عارف الناس بتشتغل. يجي الجامعه في اوبورتيونيتيز في الجامعه الناس بتشتغل وتجيب فلوس، بتبقى فلوس مش اللي هو الواو يعني بس ستيل يردون صح. فانا المفروض دلوقتي ابقى العكس، احسس بالمسؤوليه، اشيل نفسي في بعض الحاجات وحاسس بالناس كده وحاسس بالبيت. ماشي يا شباب؟ اي اسئله ثانيه؟ هو انا جاوبت؟ لا انا سمعت الشرح في الجواب بتاع مين؟ طب بس انا عارف انك شغال يعني. اي اسئله ثانيه يا شباب؟ انا مش عايز اطول عليكم، انا عارف ان اليوم شاق فربنا يحفظكم وربنا على حسن الاستقبال.